نيمار سجل الفريق في المرمى الفريق المتألق اتلتيكو مدريد. انت عندك شوف في لاعبين يجونك التعاقد يتم وخلاص ينتهي الموضوع، ياتيك اللاعب ويترك بصمه ويتألق ويسجل الاهداف. اسالوا نيمار المجهودات اللي قام فيها ريال مدريد والتضحيات اللي ضحى فيها ريال مدريد، والريال اللي يتعرض الان لتسجيل الهدف الثاني. كان لبرشلونه ما اراد، وسانشيز ينشر الفرح في كاتالونيا ويسجل الهدف الثاني. كارلو أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي اكسكيوزمي كارلو أنشيلوتي الذي أخرج سيرخيو راموس وأبقى المدافع داني كارفايال، وبالتالي شوف الآن نيمار المتألق الذي يصنع الهدف، وبالتالي الكرة تصل الآن إلى سانشيز المتألق. سانشيز ينشر الفرح ويأتي بالهدف الخامس. لك أن تتخيل الآن المشهد في الكامبانو، لكن حطها على كيف حطها. خرج دييغو لوبيز، لاحظ خروجه بلمح البصر، حطها في مرمى دييغو لوبيز وسجل الهدف لكارلو أنشيلوتي كلاعب ريال مدريد. يعني في الليغا 11 كلاسيكو مسجل 3 أهداف. في ابريل 2006 كان النقل الفني اولا، وبعد ذلك اللاعبين انطلاقه وكره تحولت تقليص الفارق. نعم اتى هدف تقليص الفارق، وريال مدريد جل هدفه الاول عند الوقت بدل الضائع. لدينا ايضا 3 دقائق مضافه للوقت بدل الضائع. ولاحظ الرائع دائما وابدا، والله قبل شويه تحكى عن كريستيانو رونالدو اللي يسجل ويتقدم ويصنع. لاحظ الرائع كريستيانو رونالدو اللي هيئ الكرة بهذا الشكل الجميل، يقشر الكرة إلى اللاعب المتقدم. هدف